الطيار السوري رغيد التطري أقدم معتقل سياسي في سوريا والعالم، الملقب بعميد المعتقلين السوريين، ولد في دمشق عام 1955 وأصبح طيار في القوات الجوية السورية. وفي سنة 1980 جت أوامر لسربه بقصف مواقع في مدينة حماة السورية، لكنه رفض الأمر فاتهموه بعصيان الأوامر، فالمحكمة برأته لصغر سنه وفصلوه عن عمله، فسافر للأردن للعمل ومنها لمصر. وفي عام 1982 رجع لسوريا مرة تانية، فتم القبض عليه في مطار دمشق الدولي، وده بأوامر حافظ الأسد وبدون أي أسباب، وبدأ يتنقل من سجن لسجن، منها سجن تدمر الصحراوي المرعب واللي جلس فيه 21 سنة، ومنها لسجن صدنايا واللي جلس فيه 10 سنوات. وفي 2011 تم نقله لسجن دمشق المركزي، وبعد مرور 44 سنة تعذيب في السجون سقط النظام السوري الظالم وتحرر أخيرا.